فتدخل جون والاهلي يسعد وينبسط ويفرح وعادي جدا. السلام عليكم. انهيار وجنون عمرو أديب بعد فوز النادي الأهلي على ميديام الغاني وقرب حسم تأهله إلى الدور الثاني في أول مجموعته، ويسخر من الزمالك. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وسعيد بفوز النادي الأهلي فارجع الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد الفوز الغالي للنادي الأهلي على ميديام الغاني في قلب غانا، ليتصدر الأهلي مجموعته ب9 نقاط ويقترب من حسم ورقة تأهله إلى الدور الثاني. فقد صرح الإعلامي عمرو أديب بعد هذه المباراة وقال: بصراحة يا جماعة، بعد اللي حصل للنادي الأهلي والظروف اللي حصلت له امبارح والطيارة اللي عطلت، وكلنا كنا بنقول الماتش هيتأجل، والاتحاد الإفريقي كالعادة قال مفيش تأجيل للمباراة والمباراة تتلعب في موعدها ومفيش أي تغيير. وبرغم كل ده الأهلي فاز، وانا كنت بتوقع ان الاهلي يتعادل او يخسر، بس فعلا الاهلي لعبته رجاله وما عندهاش حاجه اسمها مستحيل. وموديست النهارده صنع جون لحسين الشحات، والجون ده غالي يا جماعه. الجون ده هيأهل الاهلي الى الدور الثاني. وبصراحه انا بحسد النادي الاهلي على الحراس بتوعه، يغيب الشناوي يجي مصطفى شوبير. ده شوبير النهارده صد كوره والله ما في اي حد يقدر يصدها. الكوره تجيله مره يصدها والمره الثانيه يصدها برضه. ايه يا عم شوبير في ايه؟ انا مش عارف احمد شوبير بيأكل ابنه ده ايه؟ ده شوبير ده اسد سدد المرمى، وانا مش عارف الزمالك هيعمل ايه بكره قدام ابو سليم. والله انا حاسس ان الزمالك هيفضحنا كالعاده في ليبيا وهنرجع مغلوبين. والمجلس بتاع الزمالك عمل هيصه وزيطه وقال لك احنا جبنا عبد الله السعيد وجبنا نص لاعيبه مصر وراحوا يلعبوا في الاسماعيليه، ما عملوش اي حاجه. والحكم بصراحه وقف جنبنا ومرضاش يحسب علينا ضربة جزاء. بصراحة الأهلي هو اللي بيشرف مصر في إفريقيا. وبقول لجماهير الزمالك متستنوش أي حاجة من الزمالك في ماتش بكرة، وده دقني لو الزمالك فاز بكرة ده لازم يعكنن علينا ويعكنن على اللي جابونا. وفي النهاية لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.